أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج مساءات على قناة المعرفة. الجمعية الثقافية هو موضوع شائك وموضوع متشعب، والحديث عن أدوارها وأهدافها والفاعلين فيها وحديث ذو شجون، ومن المؤكد أن ساعة من الزمن لا تكفي لكي نلامس كل ما له صلة بهذا الموضوع، ولكن نحاول من خلال مساءات هذا اليوم أن نلامس بعض انشغالات الناشطين الجمعويين في قطاع الثقافة، وأن نحاول أن نلامس أيضا علاقة هؤلاء بالوزارة الوصية، وأقصد وزارة الثقافة والفنون من جهة، وأيضا الجماعات المحلية كالبلديات والولايات. أعداد الجمعيات الثقافية في بلادنا تزايدت في السنوات الأخيرة، ولكننا نحاول من خلال هذا العدد أن نرفع انشغالات بعضهم، وهي انشغالات تتكرر كل موسم ثقافي. دعوني في البداية أرحب على يساري بالسيدة وسيلة بوحلاسة، نائب مدير الإنتاج الثقافي وتوزيعه بوزارة الثقافة والفنون. أهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوة، أهلا بكم. بجانبها رئيسة جمعية أهل الفن للجزائر العاصمة، سيدة نسرين بورحلة. مساء الخير عليكم. شكرا. محمد مبسوط من غرداية، رئيس أو عضو جمعية ثقافية فتية اسمها سفراء الثقافة. شكرا. على يميني أرحب برئيس أعرق الجمعية الثقافية تقريبا، الجمعية الثقافية الجاحظية، الفنان التشكيلي عبد الحميد صحراوي. مرحبا. شكرا، تحياتي لكم وللمشاهدين قناة المعرفة. الفنانة المسرحية ليلى بن عطية، رئيسة وعضوة جمعية ثقافية في ولاية البليدة، وهي جمعية وجوه للمسرح والفنون الدرامية. أهلا. مساء الخير عليكم جميعا. بلال بن قيطة من ولاية طارف، وهو رئيس جمعية أيضا تأسست مؤخرا في شهر ماي، الجمعية الثقافية صناع الغد والتنمية المستدامة. فمرحبا بلال. تحية طيبة. إذن كما قلت، الجمعيات الثقافية في السنوات الأخيرة تزايد عددها، وفيه جمعيات ثقافية تنشط في قطاع الشباب والرياضة أيضا، ولكن أغلب الجمعيات الثقافية تنتمي تقريبا لوزارة الثقافة والفنون. السؤال الذي يطرح نفسه: كم عدد الجمعيات المسجلة والتي صرحت بنفسها على مستوى وزارة الثقافة؟ والسؤال للسيدة وسيلة بوحلاسة. في البداية نشكر قناة المعرفة ومن خلالها التلفزيون الجزائري على هذه الالتفاتة الطيبة، خاصة لهذا الملف الذي يعتبر فعلا كما قلت هو في ملف شائك ومتشعب، ودائما كان فيه هناك جدال كثير حول النشاط الثقافي الجمعوي. لكن فحسب إحصائيات وزارة الثقافة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالنسبة للجمعيات الثقافية المعتمدة يفوق عددها 15,000 جمعية ثقافية بين وطنية ولائية ومحلية أي بلدية. أما حسب الإحصائيات اللي كانت جاتها وأعدتها البطاقة، بمعنى بطاقة وطنية، الوزارة كانت عكفت على وزارة الثقافة كانت أعدت بطاقة وطنية خاصة بالجمعيات الثقافية الناشطة على المستوى التراب الوطني، واللي بلغ عددها بسنة هذه بسنة 2022 مؤخرا، واللي بلغ عددها 4323 جمعية ثقافية فنية ناشطة. يعني من إذا نشوفوا للعدد الجمعيات المعتمدة والجمعيات الناشطة راح نلقاو شيء قليل، يعني كاين فرق. حوالي 10,000 جمعية ثقافية معتمدة من وزارة الداخلية غير فاعلة. ما كانش فعاليتها في المشهد الثقافي. ممكن
اكيد. غير وهي فعال. موزعه، وكاين كي نقول لك 4323 كاين 74% هي معظمها جمعيات محليه بلديه، نعم. 24 ولائيه، والباقي راهو جمعيات وطنيه. على مستوى المديرية التي تعنى بالحياة الجمعوية الثقافية، ما هي أنواع هذه الجمعيات، تخصصاتها على مستواكم في وزارة الثقافة؟ في على مستوى التخصصات ديالها، يعني يعني بحكم الممارسه ديالنا المهنيه على مستوى وزاره الثقافه، وحسب في هذا الملف، خاصه في هذا الملف، ان لاحظنا ان الجمعيات الثقافيه، معظم الجمعيات الثقافيه غير مختصه، لا ما عندهاش تخصص. يعني المجال ديالها كيما حتى تسالها تقول لك انا جمعيه واش التخصص، كما يقول لك نمارس كل الفنون. يعني الجمعيات المتخصصة هي قليلة جدا النسبة ديالها، تقدر تقول كاين 35% اللي راح تمارس في المسرح، تلقى 16% اللي تمارس السينما. الموسيقى أيضا كاين يا ربي 24% من طيب، هذا العدد. معنا الآن هي نموذج، يعني هاي السيدة نسرين. أكيد أهل الفن هي وحدة، وجوه المسرح وحدة. الجاحظية أنا ما نتكلمش عليها، لأن الجاحظية أنا ملي كنت طالبة جامعية وانا نشوف وانا نسمع بالجمعيه الجاحظيه، يعني خلينا يعني العلاقه ديالها. نسرين بورحله، اذا سمحتم، انتم جمعيه تختص في الموسيقى طبعا، الموسيقى، الرقص والمسرح، هذا هو التخصص. التخصص تاعنا الرقص اذا عندكم المسرح موسيقى، في الاعتماد مكتوب جمعيه اهل الفن الموسيقى الرقص والمسرح. لانه انا نقول بلي هو متكامل، ما راح يكون موسيقى بدون رقص، وما راح يكون المسرح بدون رقص وموسيقى. اكيد المسرح يحتاج الى الرقص، يحتاج الى الموسيقى، لانه الجمعيه هي من الاهداف تاعها ان تعمل كوميديا موسيقيه، لازم تكون بين ثلاثه كامل. على بها تخصصنا في هذا التخصص، وما نحبش نقول لهم دائما جمعيه اهل الفن ما تقدرش تشبه لباقي الجمعيات، ما نقدرش نقول متخصصه في الموسيقى الاندلسيه فقط، احنا في الموسيقى الجزائريه، لكن ناكد ونعاود نقول موسيقى رقص ومسرح. ما هي شروط التحاق يعني شاب او مواطن من الجزائر العاصمه بجمعيتكم؟ هل فيه سن معين؟ لا يوجد سن معين، احنا الجمعيه دائما تستقبل الاطفال من 4 سنوات الى 77 سنه، اللي يقولون ما عندناش عمر محدد. عندنا امهات اباء جد وجدات يجوا يتعلموا مع ابنائهم الصغار، يعني ما كاش شرط معين، يجوا يتعلموا الابتدائي في الموسيقى الاندلسيه، وبعد كاين الاقسام اللي تكون مستويات اخرى اللي تتخصص في الموسيقى الجزائريه بصفه عامه. الأستاذ صحراوي، أنت رئيس جديد الآن لجمعية ثقافية عريقة أسسها عدد من الأدباء المعروفين، و يعني ترأسها الكاتب الكبير طاهر وطار رحمه الله. يعني أحببت أن تضعني في جديد هذه الجمعية التي غابت لمدة ربما 6 سنوات أو 7 سنوات. في هذا قبل كل شيء أترحم على روح طاهر وطار والدكتور تين ومجموعة كبيرة من الذين أسسوا الجمعية الجاحظية في زمان، في وقت عندك صعب جدا، وعبارة عن كتاب وفنانين اللي أعطوا إضافة آنذاك، إضافة إيجابة للجانب الثقافي آنذاك. حاليا بالنسبة للجمعية الجاحظية مرت بمراحل صعبة جدا، وصلت للحضيض خصوصا في الفترة الأخيرة، واتصلنا بعدة جهات لأن كان عندنا مشكل في المقر، تسربات مائية وصلت عندك. اتصلنا بعدة جهات وخصوصا الثقافة، وزارة الثقافة، ولكن ما كانش هناك صدى. حتى الفترة الأخيرة عندها حوالي 7 شهور ولا بعد صراع تمكن صدير من ترميم المقر، حاليا راهو في الأواخر وراهو ترمم على أكمله. ونشكر بالمناسبة سكة أسانتير، الشركة الوطنية للسكك الحديدية، اللي ساهموا معنا في ترميم المقر. ولكن ما علاقة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل بجمعية ثقافية الجاحظية المحسوبة على قطاع الثقافة؟
علاقة وطيدة ما بين النزل التابع للسكة الحديدية الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ومقر جمعيتنا جاي الأسفل، بينما النزل تابع لهم للأعلى. وهناك حوالي فترة طويلة كانت تسربات خفيفة من النزل، ومن بعد قام الدكتور محمد التين الله يرحمه حيث باع جزء من الجاحظية للترميم، حيث طلب راسل وزارات متعددة للولاية آنذاك ولم يتردى ولم يجد يد معاونة 2017 2018، ومن بعد رممها ومرت حركة تاع ثقافية حول سنة وسنتين، فإذا بيشتد هذاك التسرب وأثر على المقر بضياع حوالي أكثر من 2000 كتاب ولوحة فنية وكل ما يتعلق وأثاث. عندك أستاذ صحراوي، أكيد أن المشاهد أو يشوف الآن الصور من مقر الجمعية الجاحظية وهي صور حديثة، يعني هذا بعد الترميم. نعم بعد الترميم. أنتم بعتم النادي اللي هو كافيتيريا تاع الجاحظية لمؤسسة خاصة أو تاجر أو كذا من أجل أنكم ترموا مقر الجاحظية. هذا وش فهمت؟ هذه في الفترة الأولى. نعم. لم أكن أنا ذاك رئيس. نعم. وهما قاموا. أنا في المرحلة الحالية وقعوا تسربات وقعت كارثة. اتصلت بالمديرية للسكة الحديدية آنذاك وبصراع وفي الأخير قاموا بترميم المقر إن شاء الله. والصور هذه اللي تمت المقر حاليا لأنه رمم. نعم. أستاذة تردي على الأستاذ عن علاقة الجاحظية بالثقافة في السنوات الأخيرة. أنا نرد عليه في حالة كاين حاجة برك نوضحها الأستاذ صحراوي. أنا الأستاذ صحراوي سبق له عنده سنة هكاك في سنة 2022. نعم. أستاذ صحراوي على ما أتذكر أن كنا استقبلناك بالتنفيذا لتوجيهات السيدة الوزيرة، لأنك كنت قدمت لها طلب استقبال، والسيدة الوزيرة بحكم الأجندة ديالها والانشغالات ديالها ولا تاع بالقطاع كلفتنا باش نستقبلوك، وفعلا تم استقبالك السيد صحراوي. وكنت جيتنا بخصوص هذه التسربات وتاع إعادة ترميم مقر الجاحظية. أكيد. لكن احنا كما يقول لك وفقا للوثائق اللي قدمتها لنا لاحظنا بلي أن المقر هو فعلا تابع لوزارة النقل، وحنا لا كان تابع لوزارة السكك الحديدية. لا. كنا اسمح لي أستاذ صحراوي، أنا أتذكر جيدا يعني اللقاء اللي كان والدردشة اللي كانت بيناتنا. قلت لي بلي هذا كي شفت الوثائق قلت لك هذا تبع سكك الحديدية. كي يكون تبع سكك الحديدية أو للسلطات المحلية في البلدية هو عدم اختصاص ما يحقش للوزاره لعدم الاختصاص. سيدة اسمح لي، هذا حبيت نفهم، هل المقر يعني تاع الجاحظية تابع لوزارة النقل ام الفندق يعني اللي تابع؟ الفندق تابع والمقر جاي تحته. دونك الترميمات اللي كانت رايحه تندر في النزل اللي باش ما يكونوش تسربات على المقر، هذه هي. وبالتالي التخصص في وزارة الثقافة ما يحقلوش باش يروح يدير الترميمات في مبنى مبنى تابع لوزارة النقل. من هذا الباب. نعم. ويجيب المقر للجاحظية ملك للجاحظية، والجاحظية ملك للثقافة. المقر لا يد للسكة الحديد. المقر هو تابع للجاحظية. الجاحظية، لكن وين الوثائق وين تحصلت عليها؟ الوثائق عندي حوالي لا الوثائق هل البلدية أم من السلطات المحلية ولا من وزارة النقل؟ لا تاع لو بي جي خالص. لو بي جي. نعم لو بي جي وخالص. باش حبيت دونك هنايا. طيب خارج حكاية أن المقر سيرمم أو رمم، وبالتالي متى ستبدأ النشاط بإذن الله؟ نبدأ ببداية تاع السنة الثقافية الحالية إن شاء الله. ليلى بن عطية في البوليدة، هل عندكم مقر؟ أنتم جمعية مسرحية، هل عندكم مقر؟ وهل تقومون بأنشطة حتى إذا كان ما عندكمش مقر؟ يعني عندي مقر وهو
غرفة الجلوس تاع بيتي الخاص، ما كاش مقر للجمعية، لكن بيتي أصبح هو مقر بطبيعة الحال للجمعية، لأنني مضطرة أنا والزوج تاعي سيد رباط عميروش وهو فنان أيضا وهو رئيس جمعية وجوه للمسرح والفنون الدرامية. لما رحنا توجهنا البلدية باش ناخذوا مقر، تخيل معي أعطانا مقر في مكتبة البلدية. لما رحنا للبلدية دينا الأمر من عند السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، قال لنا أنا ما نخضعش لهذا القرار، لأنه رئيس الدائرة راهو يقول شيء ورئيس البلدية راهو يقول شيء، حتى وأنه وقعت مشادات كلامية معاه لدرجة أنه طردنا، رغم أنه كان عندنا تصريح باش يكون عندنا مقر في مكتبة البلدية. بحكم اننا فنانين ما راناش تاع الشيء هذا، ما نقدروش، لو كان زلنا قعدنا بالك شويه معاه راح توصل الامور تخرج على نطاقنا. نعم. واش نقول لك سيدي، فيما يخص الجاحظيه والله قلبي ضرني كي قلت الكتب انضرت، معليش ليته كان لي مقر وكانت تصب عليا، معليش. سنعود الى نشاطاتكم الثقافيه المسرحيه بجوارك بلال، من ولاية عزيزة وحدودية هي الطارف. كيف تساهم جمعيتكم باختصار في تنشيط المشهد الثقافي المحلي في ولاية الطارف؟ أولا نشكر قناة المعرفة على الدعوة الكريمة والطيبة. كما ذكرت أستاذ بلالي أنه ولاية الطارف طبيعتها الحدودية وكغيرها من الولايات الحدودية تحتاج إلى حراك ثقافي بارز. جمعيتنا يعني خذينا الاعتماد بعد ما كنا ننشط تقريبا نفس التسمية منذ 3 سنوات، انه دخلنا المعترك تفعيل الحراك الثقافي عن طريق تنظيم العديد من الملتقيات والندوات اللي طرقنا وسلطنا الضوء على العديد من المواضيع اللي متشابكة مع القطاع الثقافة بصفة عامة. أيضا أنه لفتنا نظر المتلقي الجديد اللي مع الأسف أنه بعض المؤسسات المتابعة لقطاع الثقافة لا توليه الاهتمام الكافي، أو ما زالت تنظر إلى متلقي اليوم بتلك النظرة الكلاسيكية التي لا تعتمد على الوسائط الجديدة ولا تعتمد على جذب واستقطاب الجمهور من مختلف الفئات. آخر نشاط لكم مثلا؟ اشتغلنا في مع مخرج في صناعة أفلام التحريك، وهو بالمناسبة شاب نشيط بوكاف شوقي، وشارك في عديد من المهرجانات الوطنية والدولية. اشتغلنا مع المكتبة اللي بالمناسبة فتحت المجال على الرغم من ما يعاب عليها في مجالات أخرى أو في نقاط أخرى. اشتغلنا درنا ورشة لصناعة أفلام التحريك، وين استقطبنا فئة معينة ولها ميولات جديدة ومعاصرة اللي مرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية، اللي الحمد لله أنه على أعلى هرم السلطة هناك توجه عام للرفع وترقية هذه الصناعة على كل المستويات. نعم، تحية من خلالك إلى الفنان شوقي بوكاف الذي يناضل على مستواه خصوصا في مجال الصناعة السينمائية وفن التحريك خصوصا. مبسوط، لماذا سفراء الثقافة في غرداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للتلفزيون الجزائري وقناة المعرفة على الدعوة. أولا سفراء الثقافة في غرداية هي جمعية قيد التأسيس إن شاء الله. حاولنا من خلالها أو حاول مجموعة من الأدباء والمبدعين إنشاء فضاء ثقافي وتوحيد الجهود المبدعين لتنشيط المدينة والسعي لخلق نشاط جاد إن شاء الله. مشكلة غرداية أنها لا تملك، ما نقولوش مقر الجمعية، ولكن دار ثقافة. مقر للمثقفين ما كانش، يعني وهذا أكبر هاجس لما تتفكر أنه تأسس نشاط ثقافي أو تنظم نشاط ثقافي، تعود تحوس على المكان الذي تنشط فيه قبل أن تفكر في النشاط الثقافي. لما تروح لأماكن أخرى تعرف الأمور الإدارية والرخص والأمور التنظيمية هذه، تعطل المثقف أنه يقدم نشاط ثقافي. نعم. حتى بعض المقرات أو بعض الهياكل الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، مثلا فرع المكتبة جاي في منطقة بعيدة عن المواقف. يعني لما تقول توجه دعوة للشعراء يقول لك وين؟ تقول له المقر الفلاني. نعم، فكر 1000 مرة باش يوصل لك. نتمنى أنه غرداية هذه الولاية
ذات ابعاد حضاريه وثقافيه. يعني الله يبارك ان يكون عندها دار للثقافه. يعني نعم. نذكر فقط المشاهدين ونذكركم ايضا انه موجود معنا فنان فضيل من ولايه المنديه، راهو يرافقنا البرنامج بهذه الرتوشات وهذه الرسمه التي سيعرضها في آخر البرنامج. أيضا نعود إلى تركيا. أنتم السيدة بورحلة، رحلتكم إلى تركيا وإلى اسطنبول بالذات كيف كانت ومن دعم هذه الرحلة؟ يعني من وقف إلى جانبكم حتى يعني أنتم جمعية فتية يعني حوالي 7 سنوات. 7 سنوات نعم. كيفاش حتى رحتوا تركيا ومثلتوا الجزائر في مهرجان دولي هناك؟ قبل ما نتحدثوا على تركيا راح نتحدث على العراق. نعم. لأن الجمعية كان سافرت إلى بغداد في مهرجان العراق نغني في شهر ديسمبر 2022، يعني ما عندناش بزاف، حوالي 6 أشهر. ما راح ننكر أنه خير كبير هو ربي سبحانه كيكتب لك الحاجة تديرها، لكن الوزيرة اللي نشكروها كانت شرفت على هذا السفر كيفاش يقولوا شخصيا، لانه ما رحت كانت عندي معرفه ودقدقت لها، ما رحت يعني بعثت لك واحد ليها وقال لك روحي باسمي ولا اسم فلان. يعني الواحد يقول الصراحه ما يكونش ناكر الخير. انه سيده الوزيره كانت فرصه حضرت لنا، كنا على المسرح نقدموا حفله بمناسبه مع وزاره المجاهدين. شافتنا على المسرح، كان يوم السبت، هذيك دائما نحكيها ونقولها ان شاء الله راح نختصر في الوقت. وكان السفر تاعنا كان لازم يكون يوم الخميس في نفس الاسبوع، يوم وصبنا اي دعم، يعني وين دقدقنا ما لقينا ما قدرنا. وكان التذكره بزاف غاليه، وكنا 9 مشاركين في المهرجان، مع الثاني رحنا 7. أكد لك يعني عبد الأعلي أخي، سيدة الوزيرة فوق المسرح حكمتها، قلت أعطيني 5 دقائق من وقتك. قالت لي سيدتي كريمة، قبل ما نقول أعطيني 5 دقائق قالت لي تهلاي في هذا الدراري، باسكو راكم مش على المستقبل، الله يبارك واش راكم ديروا، سواء في اللباس التقليدي ولا في الموسيقى ولا في الرقص، يعني بصفة عامة. قلت لها بس سيداتي باش نتهلا في هذه الدريريات، الجزائر راهي ضيفة شرف في هذا المهرجان في الطبعة الخامسة، والآن رانا اليوم السبت، الخميس يبدا المهرجان في نفس الأسبوع وما عندنا أي دعم باش نسافروا. تم فوق المسرح اتصلت وتكفلت بكل جوازات يعني بالتذاكر، وراهي شاهده السيده تما اللي تعرفت كاع عليهم. خليها هي دوكا تحكي لنا تحكي على وسيله أهل الفن. سيده وسيله، على مستواكم في وزاره الثقافه كيف يعني يتعامل مسؤولو القطاع؟ واكيد فيه نشاط خليني نسميه رهيب وحثيث ومتابعه كبيره، حوالي 4000 جمعيه ثقافيه في بلادنا ناشطه. كيف يمكن أن يتم انتقاء هذه الجمعية، منح هذه التذاكر؟ ممكن في جمعيات في غرداية أو في الجلفة أو في أماكن أخرى ممكن يقول لك أنا أم يعاونوا غير جمعية في ألجي لأنه قريبة لوزارة الثقافة هنايا، هضبت العناصر مش بعيدة، ويجي واحد من ولاية أخرى بعيدة ممكن يغير. الغيرة أمر محمود يعني في آخر المطاف. أكيد هذه كاينة منها، لكن احنا استراتيجية وزارة الثقافة والفنون وتوجيهات السيدة الوزيرة سوريا مولوجي، احنا هي خلق توازن في دعم هذه الجمعيات، خلق توازن على التراب الوطني، في التوازن تاع النشاط الثقافي على مستوى التراب الوطني. احنا كيفاش نقدروا؟ احنا دائما نعتبروا ان الجمعيه، المجتمع المدني والجمعيات الثقافيه هي شريك لوزاره الثقافه والفنون مع باقي الشركاء المعروفين من مثقفين، فنانين، متعاملين في العروض. لكن الجمعيات عندها العمل ديالها، عندها النشاط ديالها. احنا بعد دراستنا احنا من خلال هذا ما يخفالكش ان كاين في ميزانيه تسيير وزاره الثقافه كاين باب خاص بدعم ومتابعه الجمعيات الثقافيه. هذا من خلاله الوزاره كل سنه تنظم عمليه دعم لهذه الجمعيات، وهذا نكمل نشرح لك الآليات. نعم. هذه من ضمن الآليات اللي ندعموا بها، يعني هذه الآلية الأولى الدعم.
هذا دعم من خلاله وضعنا منصة رقمية منذ سنة 2021. توضعت منصة رقمية على الموقع الرسمي للوزارة يقوموا من خلالها الجمعيات. حنا حتى نسهلوا على الجمعيات، وعلاش انا يجيني من البرج باجي المختار حتى للوزارة باش يحط الملف تاعو، لكن في إطار الرقمنة وفي إطار هذه المنصة يقدر من دارو يبعث لي الملف ديالو، وحنا بكل شفافية ناخذ كل هذيك الملفات. راح يكون على مستوى مصالحنا بمديرية توزيع الإنتاج الثقافي هو دراسة من الناحية الإدارية، إذا كان هذا الملف، إذا كانت هذه الجمعية متحصلة على الاعتماد، إذا كان قانونها أساسي يتوافق مع الأهداف تاع قطاع الثقافة، هذه أكيد من خلال كشف حسابات تقرير مراجعة الحسابات إذا كان كما يتطابق مع واش المعايير اللي طالبينها خصوصا من ناحية الدعم. هنا رايح فتحنا هذه المنصة باش يوضعوا لنا كاع هذه الملفات. عندي سؤال. نعم. هل الجمعيات المحلية تتعاملون معها كما تتعامل مع جمعيات وطنية؟ نتعامل. أنا في البداية واش قلت لك من حيث الدعم شريك الجمعيات الثقافية، لم أذكر وطنية ولا ولائية ولا محلية، بصفة عامة كلها نتعاملوا معها وكلها نستقبلوها. حتى إذا كانت طلبة استقبالات راح نستقبلوها. عندنا الاثنين والخميس حنا يوميا نخصصه دائما لاستقبال هذه الجمعيات لطرح إشكالياتهم، للسماع لمشاكلهم، لمحاولة إيجاد حلول نتوافقوا فيها، لإيجاد حتى البرامج، نعطيهم توجيهات لتنظيم برنامج لتأطير العمل الجمعوي والنشاط الثقافي ديالهم. لأن بعض الجمعيات يعني نقولها يعني مع بالك يوافقوني شركائي كما نقولوهم هنايا من شركائكم جمعية في تندوف. رايحين الآن نشوفوا مع الزميل عمار تواقين. هذه الجمعية اسمها جمعية نادي الثقافة لولاية تندوف، وهي جمعية ولائية. عمار تواقين هذا زميلنا في التلفزيون الجزائري زار هذه الجمعية والتقى برئيسها وهو كاتب وإعلامي محمد رحال وبعض أعضاء هذه الجمعية من كتاب وأدباء. راح نشوفوا هذا الروبورتاج ثم نعود إلى النقاش. الثقافة الحسانية هي أحد بحور ثقافة الوطن، والذي تتميز بمكنون تراثي غني، ذلك الذي تسعى جاهدة جمعية نادي الثقافة بتندوف لإبرازه من خلال عديد المؤلفات والكتب التي باتت تسلط الضوء على مكنون الموروث الثقافي المحلي بالولاية. هو الحفاظ أيضا على الهوية الثقافية الحسانية لتندوف. وكما نعلم الثقافة الحسانية هي عامل مشترك في حيز جغرافي كبير يسمى الحيز الثقافي الحساني، تشاركوا في نفس اللهجة، في نفس الكلام، في نفس اللباس، في نفس العادات، في نفس المقومات الاجتماعية والثقافية والشخصية. ولكن نلاحظ أننا هنا في الجزائر هذا المجال يعني ينقصه الكثير من العناية عكس ما هو على الدول الأخرى المجاورة. فكانت هذه الجمعية اللي هي جمعية نادي الثقافة من أجل أن نكرس أو نحافظ أو نبرز جانبنا الثقافي الجزائري أو يعني حظنا من الثقافة الحسانية. هذا هو هدفنا في هذه الجمعية. هذه الحركية بات شباب الولاية يواكبها من خلال تأليفهم العديد الكتب المهتمة بالشأن الثقافي المحلي. كتابي هذا على استخراج مكامن الفنية والجمالية في المخطوط للعلامة المختار بن بلامش رحمة الله عليه، وهو أحد أعلام هذه المنطقة، منطقة تندوف. ويعتبر هذا الموروث الأدبي المخطوط شامل لكافة نواحي العلمية آنذاك، من اتفاقيات تجارية، من علوم القرآن واللغة وغيره. فسلط الضوء على الجنس الأدبي، الرسائل الإخوانية آنذاك. فنحن كفئة شباب في جمعية نادي الثقافة نحاول تجسيد الهوية العربية الثقافية خصوصا في ولاية تندوف إن شاء الله، ونحاول صقل المواهب الشبابية في هذه الولاية لحتى
حتى يكون هنالك رمز وصل ما بين الغرب والشرق في الوطن الجزائري. نسعى بما بين أيدينا من أجل ندعم الكتاب الشباب، خاصة في هذه الطفرة التي لاحظناها في التدوين مؤخرا. وأنا شخصيا يعني يشرفني أني صاحب أول مرجع حساني يتحدث عن شيء حساني في الجزائر، وهذه يعني كانت يعني انطلاقة هذه الطفرة والحمد لله، بالإضافة إلى كتاب ومدونين آخرين كانت لهم كتب أيضا مميزة وذات فائدة. نتمنى من الجميع أن كل من كتب أن يكتب مرة أخرى، وكل من لم يكتب ويمكن الكتابة أن يكتب، ونتمنى إن شاء الله أن نصل إلى هدفنا، وهو الحفاظ على هذه الثقافة وإبراز الثقافة الحسانية كجزء لا يتجزأ من الثقافة الوطنية الجزائرية. هي أولى الخطوات التي تسعى إليها الأسرة الأدبية والثقافية بتندوف لإبراز غنى المشهد الثقافي والحساني الجزائري والممتد مع دول الجوار. إذن هذه رحلة إلى تندوف وإلى إحدى الجمعيات الثقافية الناشطة في جنوبنا العزيز، خصوصا في ولاية تندوف لما تحمله من تنوع وتعدد ثقافي وفني. نرجع للجاحظية مرة أخرى، وأقول الجائزة التي تعودت جمعية الجاحظية على تنظيمها كل سنة مغاربيا ثم عربيا، هل ستعود وهي تحمل اسم الشاعر مفدي زكريا؟ السنة هذه لا أظن هي عندها علاقة بالدعم. وبالمناسبة نلاحظ أن فريق كرة القدم يتحصل على دعم كبير، والنتيجة عندك الفائدة تاعها قليلة بالنسبة للاعبين، بينما الثقافة والجمعيات الثقافية لا تتحصل ما كان سبونسور عندك لهذا ما يكونش الفعل الثقافي موجود. إذا ما كان سبونسور وكان دعم تاع الشركات الوطنية وشركات الخواص لدعم الثقافة لإعطاء الصورة الحقيقية تاع الجزائر خارج الوطن بهذا الشيء اللي تيجي يوصل ابعد بكثير، ما نروحوش بعيد عندك هذا اكيد. وبالمناسبه ثم عندك قرار رئيس الجمهوريه بانشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهذا سيعطي دفع كبير للتنسيق ما بين المجتمع المدني والجمعيات الثقافيه الرياضيه، كل المجتمعيات اللي عندك صد عندك احنا ما يخفالكمش عندك هناك هجومات عندك على الوطن العربي الجزائر من كل جوانب، اللي هنا نهيئوا المجتمع المدني، نهيئوا الجمعيات الثقافيه، الجمعيات بكل اجزائها لصد هذا الشيء. لهذا اثمن من جديد هذا الشيء، وهذا يظهر لي يصير بعيد. ليلى، وزاره الثقافه مؤخرا اعلنت عن أسماء جمعيات ثقافية وأيضا تعاونيات، وإضافة إلى المسارح الجهوية أعلنت عن استفادتها من دعم أو إعانة مالية بعنوان هذه السنة يعني 2023. هل قدمتم طلبا للحصول على دعم وكيف كان الرد؟ أولا أنا لست هنا لأرمي ورودا على أحد، أنا هنا لأقول الحقيقة كاملة. نعم. كما أعرفها وأعيشها في نعم. بلاد الجزائر. وزارة الثقافة عمرنا احنا كجمعية، ولا أنا رأيي كفنانة، رأيي الخاص، ما كانش عندنا مشكل معاها. كاين واحد المثل الجزائري يقول لك العصا معوجة من الفوق، بالعكس بالك في مجال الثقافة العصا راهي معوجة من تحت. علاش؟ بمعنى احنا مثلا حطينا دعم على مشروع مسرحية اسمها ثوب مستهلك من اقتباسي لمسرحية عالمية، وكان الرد إيجابيا. مؤخرا خرجت القائمة وخرجت جمعية وجوه. ما رانيش هنا نشكر خاطر احنا دينا دعم ولا هذا الشيء. طبعا كانت كاينه لجنة قراءة وكل شيء يعجز، كما قالت السيدة وسيلة، كانت كاينه منصة تفاديا للبيروقراطية. احنا حطينا الملف تاعنا في المنصة وما كان عندنا حتى وسيط كما الجميع يعرف. ولكن المشكلة تاعنا لما دوك راني نخمم انايا في واش راهو جاي، راني ندي الدعم باش ننتج عمل يسموه مسرحيه للكبار ثوب مستهلك. عندي طبعا مجموعه من الممثلين، لكن ولايه البليده اللي اضم صوتي لصوت غردايه بليده ايضا ما عندهاش دار ثقافه، وعمرها ما كانت عندها دار ثقافه، عمرها ما كانت عندها ولا قاعه واحده تصلح لعرض مسرحي
يعني بمعايير العرض المسرحي من إضاءة وإلى وغير ذلك. لذلك أنا أقول أن بليدة هي منكوبة ثقافيا. نحن نعاني يعني في صمت، عندي غير وسائل التواصل الاجتماعي نظل نكتب عليها ونظل نحكي. الشيء اللي نطلبه يعني هذه الظروف تحولك من فنان يفترض أن يكون عنده وقت للإبداع والإبهار إلى مناضل ثقافي يحاول أن يحل مشاكل القطاع على مستوى ولايته. وأظن أن المسرح محمد توري مغلق. مسرح البلدي محمد توري هو استولت عليه البلدية طبعا لأنه مسرح بلدي، هو في الترميم منذ حوالي 10 أو 11 أو 12 سنة. لما نقول لك ترميم يعني من العصر الحجري. حتى قاعة الكوليزي اللي هي أكبر قاعة في إفريقيا اللي في بوفاريك هي أيضا في الترميم. أنا سبق لي ومديرية التوزيع عطوا لي دعموا لي عمل مسرحية البئر سابقا باش ندير جولة فنية. هكا حطيت المشروع تاعي بومرداس مدية بليدة. درت نحكي لك بليدة درتها على رجلية، بلدية بلدية، دائرة بدائرة، ما لقيت ولا قاعة نقدر نقدم فيها عرض. مثلا بلدية واد العلايق دخلت حتى لرئيس البلدية قال لي راهي في الترميم لأن الخشبة راهي تتهز ولو كان تطلعوا فوقها ما تقدروش تأدوا عمل. تخيل الآن وين راح يكون الإنتاج تاع العمل تاعي ثوب مستهلك. الممثلين كيفاش راح نسافر بهم يوميا إلى الولايات المجاورة. وبهذا الصدد أنا حبيت بما أن ننقل انشغالي للسيدة وسيلة، أنا أعلم جيدا تعاونكم مع الجمعيات وكل ما تبذلوه في محاربة البيروقراطية، ولكن سؤالي هو اللي أرجو أن يصل إلى أبعد الحدود في الوزارة الوصية. ما هو محل ولاية بليدة من الإعراب فيما يخص المنشآت الثقافية وتوفير القاعات الصالحة للعروض؟ سيدتي بليدة ليس لديها ولا قاعة واحدة باش نقدر ندير عرض مسرحي. يقول لك المثل الصيني لا تعطيني سمك علمني كيف اصطاد، انا اريني اين اصطاد. طيب انا قبل لا نعطي لها الكلمه ما تقوليش بلال الطرف ما عندهاش قاعه تاع ثقافه؟ هناك هيكل لدار الثقافة موجود، لكن للأسف الأشغال متوقفة منذ سنوات، لأنه حسب المعلومات فيه نزاع قضائي يعني حول الأشغال أو من شيء آخر. مدير ثقافة موجود، حتى أنه استفادت من محافظة ومحافظتين لمهرجانين أو 3، لكن للأسف تنشط داخل دار الثقافة. مع أنه ربما هذه نقطة اللي أنا حبيت ننقلها مادام أنه ممثلة للسيدة وزير الثقافة والفنون يعني راهي تحضر معنا. الجمعية الثقافية لجأت إلى مديرية الشباب والرياضة، حاليا راهي تنشط بعض الجمعيات مع مديرية الشباب والرياضة، مع أنه بينما هي ثقافية بينما هي ثقافية. ايضا انه معليش انا الصوره السوداويه هذه لا راح نمد العكس، نرجع لك نمد فيرسيون واحده اخرى. انا واش حبيت بليده ما فيهاش دار للثقافه، غردايه ما فيهاش دار للثقافه، الطارف دار الثقافه محل مشكل قضائي الى اخره مغلقه او لا تعمل. خليونا نسمعوا شويه، يعمل جزء منها. انا خليوني نسمعوا شويه موسيقى. دار الثقافه غير موجوده تماما، يعني هيكل بدون روح. ومدير دار الثقافه موظفي دار الثقافه متواجدون على مستوى المكتبه الرئيسيه للمطالعه العموميه، يعني ينشطوا في مكان اخر. يعني خليونا نسمعوا شويه الشباب هذو الناشئه من جمعيه اهل الفن اللي ترأسها السيده نسرين بورحله.
كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين. نابوني بتبات عسى يهنا قلب حزين نار اللبين كدات في حشايا يا سامعين طول الليل نبات طول الليل نبات سهر دون النايمين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين. بالله يا الغياب عيدوا لي خبرها بنت خيار الجواد عني دسوها شعلت نار الكباد يطفيها لقاها من هنا هيها من هنا هيها تعذروني يا عاشقين عني بطلت مجال غزل ضوي الجبين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين كان معاكم جات والفيا اللي صايرين. شحال عمرهم هذو الشباب؟ الشباب تراوح اعمارهم من اللي راهم حنايا متواجدين بين 15 سنه و24 سنه، وهاد الشباب كانوا في تركيا وين حضروا المهرجان الدولي للموسيقى والرقص الفولكلوري. وش النتيجه اللي خرجتوا فيها يعني بعد عودتكم يعني من تركيا؟ اكيد شرفتم. الحمد لله الحمد لله لانه كان شرف. كانت تزورنا حضره اللباس التقليدي، خيط الروح، الكراكو، اللباس القبائلي، النيلي، الفرقاني، يعني وكل الالات الموسيقيه والرقص الفولكلوري، يعني الرقص العصري العاصمي، الرقص القبائلي. والحمد لله كنا شاركنا في وسط 25 اكثر من 25 دوله مشاركه. كان في تبادل ثقافي لان اكتشفنا ان عده دول تتشابه مع يعني اللباس التقليدي، مثل لا بوسني، لا جيورجي، يعني تركيا اكيد هما يعني تتشابه لثقافتنا. وحتى في اللباس كانت كما احنا نقولوا الغليله، شفناهم لابسينها هما يعني كما احنا. الحمد لله كانت تبادل ثقافي رائع. محمد صلوا يا لما عليه، صلوا يا لما عليه.
نبينا وحبيبنا يربح من صلى عليه. تعلان بالمختار هدي عدا قديمة خلوها اللي فاتوا خلوها اللي فاتوا يربطها وليدي العزيز نحكوا بالوليداتو راح نوجه الشكر الخاص إلى كل أولياء أهل الفن، لأنه هما كانوا دعموا أولادهم باش سافرنا، والسيدة بورحلة دعمت أكثر من 8 تذاكر اللي كاين أولاد يعني يستاهلوا كانوا حاضرين، لكن الله غالب ما يقدروش. كما قال الأستاذ المحترم الشركات الخاصة ما تهمهاش باش تدعم الثقافة. وهذه نداء إلى المستثمرين وإلى رجال الأعمال حتى صح. يلتفتوا إلى قطاع الثقافة، يعني هو قطاع يتيم مقارنة بقطاع الرياضة وقطاعات أخرى إن شاء الله. نتمناو إن شاء الله. أنا لم أنسى سؤال ليلى بن عطية للسيدة بوحلاسة. أنا أتفق معها في خصوص المنشآت، فعلا ولاية بليدة تفتقر للمنشآت الثقافية، والسبب اللي خلانا يعني نتعطل باش يكون هناك مشاريع ولا إنجاز مرافق ثقافية هو راجع لنقص العقار بهذه الولاية. يعني في كل مرة نحاولوا كي الوزارة تقدم إلى باش توجد عقار من تبني عليه دار ثقافة ولا مسرح جهوي ولا الآخر، يعني ما كان حتى اليومنا هذا مازال ما لقينا حتى عقار. مع الأسف الشديد هذا باش لا ماشي لهذه الدرجة، لكن صدقيني أن الدعم المرافقة تاع الوزارة من خلاله ممكن مرافقة، لأن فعلا من بين آلية دعم قطاعنا الوزاري هو ما كاش غير الدعم المالي، كاين حتى التسخير الفضاءات الخاصة بها. يعني احنا تانيك على بالنا بليدة ما كانش، حتى الجمعيات ما عندهاش وين تنشط. المدير الثقافة كي يجي ينظم لازم يمشي للبلدية ولا يقصر المؤتمرات باش ينظم نشاطات تما. ولايه يعني مم باقي ولايات مم ولايه غردايه على بالي تفتقر الى دار الثقافه. نعم. اذا نحن دائما في هذه القلعه الفنيه المدرسه العليا للفنون الجميله نوجه تحيه لمديرها الحاج طرشاوي الذي يقف مؤخرا على إعادة تهيئة وترميم هذه المدرسة لتكون تحفة لاستقبال الطلبة الجدد. وهران الباهية يعني فيها جمعية خاصة يعني متميزة أنه فيها شباب يعانون من فقدان البصر وأيضا النطق والسمع، جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة اسمها جمعية أو الجمعية الاجتماعية للإدماج المهني لضعيفي وفاقدي البصر. هذه الجمعية ما هيش تابعة لوزارة الثقافة أو قطاع الثقافة، ولكن تحاول تفتح نوادي داخلها للمسرح
مكفوفين يعني فاقدي البصر، أيضا للكتابة بالبراي، وراهم يشتغلوا على كتاب القرآن الكريم برواية ورش بالبراي، ويقومون أيضا بنشاطات ثقافية أخرى. خلونا نشوفوا هذه الجمعية مع الزميلة فاطمة محمد ثم نعود للنقاش. لدى كل إنسان منا أهداف وطموحات بداخله يحلم ويسعى للوصول إليها، ولكي يستطيع الوصول يلزمه قوة الإرادة النابعة من داخله والتي تدفعه نحو أهدافه وغاياته في الحياة. وهذا ما لمسناه في رميساء وفاطمة ومدى حبهما لأبي الفنون. في هذه الجمعية الحمد لله استفدت من بزاف صوالح، فريكزامبل المطبعة تاع البراي والانفورماتيك، وحاجة المليحة كاع فيهم المسرح. مسرحية تاعي الأولى أونتيغون في 2016 كنت نلعب أنا هي الأميرة أونتيغون، وفي هذه الزوجة راني نلعب أوريديس زوجة الملك. أول تجربة لي كانت في الملك أوديب مسرح سيدي بالعباس. شاركت في كانت أول تجربة لي، يعني الأمر أكيد ما غاديش يكون صعب رغم أن سهل، يعني رغم أنه حلم كبير لكن ما كانش سهل. التجربة الثانية اللي لعبت فيها دور أونتيغون هو الدور الأول، وهذه التجربة علمتني بزاف، علمتني الاعتماد على النفس، علمتني الثقة بالنفس. الحاجة الجديدة اللي كانت في حياتي هي أنني وليت ماشي مجرد ممثلة، وليت مساعد مخرج. العزيمة ليست بمجرد شعار لدى الجمعية الاجتماعية للإدماج المهني لفاقدي البصر، وإنما سلوك تجسد على أرض الواقع من خلال أعضائه المجتهدين، أين يسعى كل فرد منهم الإبداع في مختلف المهام الاجتماعية الثقافية والدينية. احنا الجمعية تاعنا تأسست سنة 2001، أسسها مجموعة من الأطباء والأساتذة. عندنا عدة مجالات من بينها المجال المسرح، يعني نحاولوا ونكونوا فنانين مكفوفين نجعلهم في المستقبل وهم يقوموا بأدوار سواء مسرحية أو سينمائية. أول تجربة كانت في 2012 وين شاركنا في المهرجان العربي مسرحية غرفة الأصدقاء مع مسرح سيدي بالعباس. وفي 2015 كانت عندنا مسرحية الملك أوديب، شاركنا في عدة مهرجان من بينها مهرجان الدولي والعربي والمحلي. وفي 2023 برعاية وزير الثقافة مسرحية أونتيغون، حنا في صدد إنشاء مسرحية جديدة هي الشقيقان. أما في المجال التكوين عندنا التكوين في الإعلام الآلي، وين دايرين اتفاقية مع مركز التكوين المهني، كل سنة خرجوا دفعتين في الانفو براي. والمجال الرياضي ثاني عندنا الشطرنج اللي باين نديروها أول رياضة ذهنية بالنسبة للمكفوفين. عندنا ثاني المطبعة، الجمعية تاعنا هي أول جمعية اللي طبعت القرآن برواية ورش وكيفته، زائد أننا نطبعوا كتب ديوان المحل الأمية مستويات الثلاثة. طباعة مصحف برواية ورش الطريق الأزرق، وهذا المشروع بدأت به الجمعية سنة 2014. جعلته على شكل فيشي هذا حتى يسهل صحبه، وبقي كل مرة يراجع ويدقق ويصحح إلى أن انتهى إلى ما هو عليه الآن. كانت أول نسخة صدرت نسخة تجريبية 2019 ثم 2021، لكن هذه آخر يعني الطباعة 2022. وكل كفيف إن شاء الله سيقرأ هذا المصحف، وكل الأنامل التي ستمر على هذه الأوراق وهذه الأسطر إن شاء الله ستكون في ميزان الحسنات. فيكفي هذا، يعني لا أظن هناك شرف يعادل هذا الشرف. لا نصل إلى قمة النجاح دون المرور بعدة محطات في الحياة، ومقياس الإنسان الناجح هو الصمود لأجل نيل المبتغى. نعم، نكملوا نقاشنا ونروحوا الغرداية. ماذا قدمتم لحد الآن؟ أنتم جمعية ربما جديدة فتية، وأنت أيضا ناشط في بيت الشعر، رئيس فرع بيت الشعر. ماذا
قدمتم للجمهور على مستوى ولاية غرداية؟ على مستوى ولاية غرداية كما قلت على مستوى جمعية بيت الشعر الجزائري أعجبتني فكرة المنصة اللي نظمتها وزارة الثقافة، لكن المشكلة على مستوى المنصة الفروع المحلية للجمعية الوطنية ما عندهاش حق، ليس لها حق أن تستفيد من الإعانات أو الدعم. لما تقدم أنت كشاعر محلي على مستوى عضو في جمعية وطنية تريد أن تنظم نشاط متميز، يقول لك لا، الجمعية الوطنية تستفيد، أنت ليس لك حق، يعني أنت لكن أنت ناشط محلي ماكش لست ناشط وطني. نعم. هذه هي المشكلة الأولى. البرامج اللي قدمناها في بيت الشعر مثلا أسسنا فكرة ورشات الكتابة الإبداعية، شفنا أنه مجموعة كبيرة من المبدعين على مستوى القصة والرواية والشعر يكتبوا أو يحاولون الإبداع، لكن هناك اختلالات في طرق الكتابة. أسسنا ورشات بالتنسيق مع جمعيات مع مدارس خاصة، أسسنا ورشات مجانية حتى مع المكتبة الولائية، ورشات لتعليم تقنيات الكتابات الأدبية. كل مرة نستضيف كاتب في القصة في الرواية يقدم تعريفات، يقدم تصويبات، نصوص جماعية، نصوص كذا. كذلك حاولنا ننظم مجموعة من النشاطات واستضافات، لكن المشكل كما قلت لك البعض على المستوى المحلي تشوف ترى بعض الولايات تنظم ملتقيات وطنية على مدار الأسبوع، مدار الأشهر، وترى بعض الولايات أخرى عام كامل ولا نشاط ثقافي رغم أن الميزانيات متقاربة. أين هو الإشكال هنا؟ الإشكال على المستوى المحلي. هو أكيد يكون على المستوى المحلي أن الوزارة تقدم إعانات لنفس للولايات نظن بنفس الاعتمادات المالية إلا في جوانب معينة. هو الجنوب، ولاية الجنوب خصوصا البعيدة يعني مترامية الأطراف تطرح إشكال التواصل مع الإدارة المركزية. مثلا بعض الفنانين في منطقة بشار مثلا أو تندوف يطرحون مشكل التواصل مع لوندا، يعني الديوان الوطني لحقوق المؤلف. فيه بعض الفنانين يصعدون من تمراست إلى العاصمة باش يدفع ملف أو ربما يستشير، أو هو الحقيقة الرقمنة بدأت في وزارة الثقافة منذ سنوات، يعني هذه خصوصا وأن الدولة اليوم تنادي بالرقمنة على مستوى كل القطاعات. يعني أستاذ نعم عبد العالي، بالنسبة للرقمنة في وزارة الثقافة سارت بطريقة جميلة جدا وبطريقة سلسة وما شاء الله، خاصة على مستوى إيداع ملفات إعانات. وين المشكل بالذات؟ المشكل بالذات مرات لما نقولوا مثلا في غرداية أو قلت أنت بشار أو قلت أدرى، لما تحب تنظم يوم دراسي أو يوم وطني أو يوم ثقافي، ضيوفك مين راح يكونوا؟ راح يكونوا من دوائر. آخر دائرة راح تكون 200 كيلو متر أو 300 كيلومتر. يعني كيف تتكفل بهذا المبدع؟ مرات الإدارات المحلية ترفض التكفل، ترفض حتى أنك تعاونك في نشاط محلي. إذن على الجماعات المحلية خصوصا الإدارات المحلية، البلديات وحتى المؤسسات الثقافية التابعة للقطاع خصوصا مديريات الثقافة أن تتفاعل مع الجمعيات، خصوصا وأنه دورها في الأمن الثقافي، في الحفاظ على التراث المحلي، التراث الوطني إلى آخره. وإذا سمحتم، في بشار فرقة نسوية تدعى فرقة الزفانات، وهي فرقة ثقافية وفنية تحافظ على طابع موسيقى الزفاني. أنا أول مرة لما شفنا هذا الروبورتاج للزميلة مينا الأعرج، يعني أنا بصراحة لم أكن أسمع بهذا الاسم، يعني موسيقى الزفاني. راح نشوفوا هذا الروبورتاج من بشار ثم نعود. القنادسة مدينة عريقة، منارة علمية وشعاع معرفي راسخ، مدينة خلدها التاريخ لعمق حضارتها، تكتنز من المكنونات الثقافية تراثا ماديا ولا ماديا لا متناهيا، أبرزها الطبوع الموسيقية المميزة والمنفردة. النوع تاع الزفاني نوع خاص مدينة القنادسة، معروف من بكري. يعني الناس الاولين اللي كانوا هو خاص بقنادسة، ولكن النساء هما اللي كانوا يستعملوا هذا النوع تاع الزفاني. كانوا يتبعوا الوقت، يعني الوقت اللي جا كانوا هميم الحجاج كيمشي واحد يحج كانوا يقولوا عليه يعني كانوا تقريبا هما يقولوا العين النظره نتاعو على قنادسة، على زعما الناس متبعين يعني الوقت. الحاجة خيرة من قدماء مجموعة الزفاني الموسيقي، واحدة من أعمدتها، توارثت هذا الفن من أجدادها. عندنا زعما الزفاني ما نقولوا، عندنا
الفردة وعندنا العروبي وعندنا الزنضالي. كل 3 طبوع، كل طبع والايقاع نتاعو والكلام نتاعو. دروك هاد الصغار راه حنا بغينا نعلموهم وراهو تعلموا ما شاء الله باش يشدوا المشعل باش يقعد هذا الشيء من جيل لجيل. وحفيظة من الجيل الجديد في مجموعتها شغفها بالإيقاع الزفاني جعلها تسير على درب الحاجة خيرة. أنا عايشة في الوسط الفني، نسمع الزفاني في الأعراس، نسمع الزفاني في الدار، نسمع الزفاني في كل وقت. أنا تشبعت بهذا الفن، ودائما محافظين على الفن الزفاني واسم الزفاني إن شاء الله يبقى متوارث من جيل لجيل. تنوع موسيقي تنفرد به مدينة القنادسة وصل صداه إلى خارج الوطن، فن أصيل يحفظه أهل المنطقة ويورثه لأجياله القادمة. السيدة وسيلة، الزفانات هذا طابع موسيقي، ربما السيدة نسرين ما تعرفش هذه الزفانات، شافت الروبورتاج، ماذا واش تقدر تزيدي لها فوق هذا الروبورتاج؟ نزيد لها فوق هذا الزفانات أن الطابع الثقافي أن احنا عندنا طبوع موسيقية نحن يعني كجزائريين صدقيني اننا ما نعرفهاش، لان احنا من خلال يعني وجودي بوزاره الثقافه والفنون من خلال استراتيجيه الحفاظ على الموروث الثقافي، نضيف لك ان كاين هناك مام الاغنيه مام الموسيقى والشعر الحساني اللي موجود في تندوف، لان كي نقولوا زفانيه ونقولوا تانيك يعني عندنا الجنوب الجزائري يزخر بموروث فعلا واجب علينا احنا نكتشفوه. احنا كيفاش نكتشفوه؟ نكتشفوه من خلال الجمعيات هذه الثقافيه والنشاطات ديالها واللي تحيي وتثمن هذه الطبوع اللي احنا لبعض المناطق الاخرى الشماليه والاخر فعلا يتجاهلها، ولازم نحيوها ونثمنوها من خلال حتى نتمكن من تصنيفها في القائمة العالمية لمنظمة اليونسكو إن شاء الله. أستاذ صحراوي، في كلمة أخيرة، ماذا تقول عن الجاحظية وعشاقها من الكتاب والأدباء والإعلاميين؟ الأبواب مفتوحة بالرغم ما عندناش وقت باش نتكلم، يعني عندك الحصة نعم قليلة جدا من الأبواب مفتوحة من هذه السنة بمناسبة الافتتاح السنة هذه إن شاء الله، مفتوحة بوسائلنا الخاصة وبمقدورنا الخاص. نعم. زيادة كان زيد نقطة، لأن هنا المنظور احنا هذه المشاكل موجودة في أي نتكلموا عليها كذا، وإنما الجمعية كجمعية وطنية ولا جمعية محلية ولا جمعية ولائية يخص يكون عندهم تكوين. هذا لحبذا الوزارة تكون رؤساء هذه الجمعيات، تعطي لهم أسبوع يعني عندك باش يكونوهم باش يعرفوا، لأن التكوين يلعب دور كبير في يعني عندك السير الجميل السلس للثقافة. الثقافة عندما تكون ثقافة هنا في الجزائر أو خارج، لأنها عامل معاون صد يعني عندك الهجوم الخارجي الثقافي صح التعبير. جميل، فكرة طيبة. ليلى، ماذا تقولين في هذا؟ عندي تدخل قبل ما نقول كلمة ختامية. السيدة وسيلة قلتي 15,000 جمعية، 4,000 ناشطة. تأكدي بلي في 4,000 كاين اللي منها ناشطة ومنها مستغلة لدعم الوزاري. هناك جمعيات كثيرة تحت غطاء النشاط ورانا نعملوا، ولكن الدعم تديه كأشخاص ياخذوه بأساليب ووسائل الاختلاس كما كان نعرفوا. على الوزارة الوصية أيضا أن تصنف تلك الجمعيات، لأننا معروفة ومعروفين حتى الأشخاص اللي راهي كاين كما نقولوا ناس خسروها على ناس، كاين جمعيات خسروها على جمعيات. لكن أنا نفهم باللي هذا يطرح سؤال الرقابة على الرقابة. أنا اسمح لي أستاذ عبد العالي يعني قطعت يعني في هذا الباب، أن إذا قلتي أن كل جمعية مدعمة من طرف وتستفيد من دعم، أكيد تأكدي أن راح نتابعوها، وراح تكون مرافقة، وراح تكون مراقبة بعدية، لأنها راح نطالبوها بكل هذه الأموال اللي داتها والمبلغ المالي وين راح، ويتحاسب كما نقولوا بالدور. احنا سبقنا وخذينا دعم مثلا من الوزاره، ثاني تحاسبنا كما نقول لك على الشهر. بعثنا لك هذا شيء جميل. ولكن كنا رسلناكم باش تقدموا لنا وين تم صرف هذاك المبلغ المالي. في هذه لانني انا شخصيا لانه يهمنا النشاط الثقافي. ولكن سيدتي اللي اسمح لي برك ندي دقيقه فقط. كلمتك الاخيره هذه. كلمتي الاخيره قوليها. على الوزاره المعنيه
أن تنصب لجان لمحاربة الفساد في القطاع الثقافي، منها المسارح الجهوية ودور ثقافة ومدراء الثقافة، لأننا فعلا نحن كفنانين عندما نذهب لهذه المؤسسات، ولا أقول الكل أقول البعض، نعامل وكأننا في بيوتهم الخاصة وليس في مقر لكامل كما رانا الفنانين نسالوا فيه ولا بيتنا ليأوينا ولا ليحمينا. بلال تفضل. بلال، أعتقد أنه من الضروري فتح نقاش عام وجاد حول هذه النسب التي ذكرتها السيدة ممثلة السيدة وزيرة، حول أنه من 15,000 جمعية ناشطة، جمعية على مستوى قطاع الثقافة 4000. أعتقد أنه هناك اختلالات كثيرة في التسيير على المستوى المحلي، هناك جهود معتبرة على المستوى المركزي موجودة فيه دعم، ولكن محليا هناك بعض الاختلالات التي يجب تصحيحها مستقبلا إن شاء الله من خلال التشاركية الثقافية. شكرا. معليش سيدتي، ليس هنالك مشكل مع في الوزارة الوصية، نعم، ما عندناش نعم. مشكل، عندنا مشكل مع مسؤولي القطاعات الثقافية مثل دور الثقافة وغيرها، والجميع يعرف ذلك. أنا أقول بعض مسؤولي حتى لا نعمم. تفضلي طبعا. أو تفضل مبسوط. أعيد نفس الفكرة مع شيء آخر. نتمنى أن الوزارة تقيم اتفاقيات ثقافية مع المؤسسات الاقتصادية لتمويل الجمعيات المحلية الناشطة، لأن الوزارة وحدها لا تستطيع. نتمنى أنه كما تمول الفرق الرياضية تمول أيضا الجمعيات الثقافية، لأن الجمعية الثقافية هي الهوية تاعنا. نعم. إذا السيدة نسرين، كلمتك الأخيرة. أنا كلمتي الأخيرة نقول لهم دائما اللي يحب حاجة لازم يديرها وما يستناش حاجة اللي تعاود تجايسما. وما با سونغيشيغ بهاد لاغ هذا، الثقافه راه يفيد منا، حبينا هاد الفن هدايا. رانا كاع كما قال مشاكل تاع المقر كاع عندنا، رانا حنا نخلصوا اسمها في الشهر اكثر من 10 ملايين في المقر، لكن حبينا هذا الفن هذا. وجاب لي ربي الوزاره راهي تشوف بعينها وتشوف واحد اللي يخدم اللي ما يخدمش. جوبونس راهم سهرانين وراهم يتابعوا على هذا الشيء، باسكو انا وحده جمعيتنا راهي كيفاش يقولوا راهي تبان من هذه الجمعيات هذوما. خدمنا تعبنا مده 7 سنوات، وهاد العامين هذو الاخرين الوزاره شهدت بالعمل تاعنا. لو ترافاي ابري لو دوسي، وهذه هي. هذا نموذج يعني لتفاعل وزاره الثقافه مع جمعيات الواحد يخدم ويستنى ان شاء الله انتظار وسطات. وكانت صدفه جميله انك تلاقيتي بالوزيره ونقلتي انشغال وكان تفاعل، وهذا اللي نتمناه دائما. يعني انا نذكر انه فضيل يقترب نسبه كبيره يعني من انجاز هذه اللوحه بهذه المناسبه اللي رايح ان شاء الله دعم هذه اللوحات لطلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة. ختامها مسك. بدينا بك ونكملوا بك السيدة كحلاسة، ماذا تقولين بهذه المناسبة؟ أنا وش نقول لك، بالنسبة لكلنا احنا بالنسبة كقطاع ممثلة لقطاع الثقافة والفنون، أن الجمعيات الثقافية تبقى هي الشريك الفعال في دعم البرنامج العام لوزارة الثقافة والفنون، وأنه ماشي معناتها ما ندعموش جمعية ما تدعمش هذا العام ولا معناتها تقصات ولا ما حنش نزيدوا نمدوا لها. لا هذا العام ما داتش، العام الجاي ثاني كاين، لأن هذه العملية هي تتنظم سنويا، عملية الدعم والمرافقة ديالها. والدعم ماهوش غير مال، لأن الوزارة لازم نحطوها في بالنا هي تساهم في هذه النشاطات اللي راهي تنظمها الجمعية. وحنا نقولوها حتى في الإعلانات اللي نديروها، نقولوا مساهمة وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة ما تقدرش تمول بالميزانية تاع المخصصة للجمعيات الثقافية، ما تقدرش تمول كل الجمعيات وكل النشاطات ديالها من خلال هذه. لكن كل انشغالاتهم راح ناخذوهم بعين الاعتبار، وتقعدوا دائما انتم شريك فعال ودائم لوزارة الثقافة إن شاء الله. رايحين. شكرا لكم على هذه حاول باش تعطي الفكرة للمؤسسات الخاصة والوطنية يخص تساهم الوزارة بطريقة أخرى حتى تمكن هالجمعيات للفعل الثقافي. الوزارة ديجا عندها تفضلي.
كنت هدرت لي على المرصد الوطني. المرصد الوطني الوزاره مضات مؤخرا في نهايه سنه 2022 اتفاقيه مع المرصد الوطني، من خلالها نقدروا هما تاني راح يفيدونا ونفيدوهم في دعم هذه الجمعيات، في مرافقتهم، في توسيع مجال النشاطات الثقافيه بمختلف فنونها يعني. نعم. لا المرصد شكرا. نوعيه. النقاش مفتوح ويبقى كما تشاهدون مفتوح. أعزائي المشاهدين، النقاش مفتوح حول الجمعية الثقافية ودورها وانشغالاتها، وأنا لو كان بيدي أني نكتب يتبع، يعني إن شاء الله سنعود إلى استضافة عدد من رؤساء وممثلي جمعيات ثقافية وفنية أخرى إن شاء الله في الخريف المقبل بإذن الله. شكرا جزيلا لكم على هذه الأفكار التي طرحتموها، على الاقتراحات، على هذا النقاش الحر الذي نتمناه من خلال برنامج مساءات عبر شاشة قناة المعرفة. سلام. قصد السماح للمواطنين بالاستفادة من البرامج والآليات المسيرة من قبل قطاع التضامن الوطني، تضع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منصة رقمية وحديثة في خدمة المواطن، خانة خاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمة كاملة للأشخاص المسنين، خدمة التبليغ عن شخص بدون مأوى وعن شخص مسن في وضع صعب. توفر المنصة أيضا خدمات للمستثمرين لطلب الاعتمادات والرخص لممارسة نشاط اجتماعي واقتصادي، التسجيل الأولي لطلب إنشاء مؤسسة استقبال الطفولة الصغيرة أو لإنشاء مؤسسة استقبال الأشخاص المسنين، التسجيل الأولي لطلب إنشاء مؤسسة خاصة للتربية والتعليم المتخصصين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، التسجيل الأولي لطلب إنشاء مؤسسة اجتماعية وطبية اجتماعية. بإمكان المواطنين فتح حساب إلكتروني خاص قصد تمكينهم من متابعة ملفات الطلب واستقبال الرد من مصالح ولاية الإقامة، تقديم الطعون وتقديم الاقتراحات من خلال خدمة الباب المفتوح. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تواصل عصرنة خدماتها للتكفل الأمثل بالفئات الهشة. من أجل بيئة سليمة وآمنة لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم وتعزيزا لتواصلهم واحتكاكهم بالطبيعة، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة